ألا وإن الظلم على 3 أقسام. القسم الأول ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وهو أخطر أنواع الظلم وأبشع أنواع الظلم وأقبح أنواع الظلم، وهو ظلم الشرك بالله عز وجل. قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أظلم الظلم وهو أفجر الفجور عياذا به سبحانه. فعلى المسلم أن يتجنب الشرك وأسباب الشرك والأسباب المؤدية إلى الشرك. فلا دعاء إلا لله، ولا توكل إلا على الله، ولا نذر إلا لله، ولا دعاء إلا لله. لا يدعو العبد غير الله، لا قبر، ولا يدعو غير الله من المخلوقات، بل يدعو رب العالمين. لا يخاف الجن، ولا يذهب إلى السحرة، ولا إلى المنجمين، ولا ينبغي له أن يتعلق قلبه إلا بالله، لأن الشرك هو أخطر أنواع الظلم وهو أفجر أنواع الظلم. فليتق الله المسلم، وليراقب الله المسلم، وليبتعد عن الظلم بأقسامه كما سمعت. لا تستسهل المعصية ولا تستسهل الشرك، فإن من مات على الشرك فهو على أمر مستطير. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا هو أشد أنواع الظلم، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلا تدعو غير الله، لا تدعو الجن. على النساء أن يحافظن على ألسنتهن. تجد بعض النساء تدعو على ولدها بالجن، وتجد بعض الرجال يدعو على ولده بالجن، وتجد بعض الرجال صار خائفا من الجن وصار مرتعبا. وإن أصبت بالسحر أو أصبت بالعين أو أصبت بالمس، تمسك بالله، اعتصم بالله، التجأ إلى الله، اعتمد على الله، تضرع بين يدي الله. بعض الناس إن أصيب بالسحر أصبح في رعب، وأصبح في خوف، وأصبح في ذل، وأصبح في انكسار وفي إحباط، لأنه قد أصيب بالسحر. يا عبد الله، من اعتصم بالله فلا قل ولا ثل. من اعتصم بالله تهدت أمامه الجبال. من اعتصم بالله ضعف أمامه الأعداء. من اعتصم بالله جعل له مخرجا. وإن ضاقت عليه السبل وضاقت عليه الطرق وظن أن لا ملجأ من الناس، لكن عند الله الملجأ وإليه المخرج، وبه المعتصم، وإليه اللجوء، وعليه التوكل، وبه الاعتماد. فمن اعتمد على الله وقاه الله شر السحر، ووقاه الله شر العين. بعض الناس إذا قد أصيب بالسحر لو يطلب منه ما طلب مستعد أن يفعل ويفعل. يذهب إلى الساحر الفلاني من أجل أن يفك السحر، ويذهب إلى فلان من أجل أن يذهب عقد السحر. يا عباد الله، إنه شرك بالله. اذهبوا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. أنتم في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بالشرك بالله لا تظلم نفسك، لا تظلم نفسك، بل اعتمد على الله سبحانه وتعالى. كان الناس قديما لو أرادوا أن يزوج الرجل المرأة يقول: لا تخرجوها في وقت النجم الفلاني مكان كذا لا تخرج. وعلق الناس بالنجوم. النجوم مخلوقة من مخلوقات الله، لا تنفع ولا تضر، لا بيده حياة ولا موت، لأنه مخلوق من مخلوقات الله. النبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وهو رسول الله، وهو رسول الله. أفضل خلق الله على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يربط الناس بالنجوم. وأصبحت المرأة ربما لا تخرج إلا بما سمعت. بل يا إخوة، من العجائب أخبرت أن بعضهم قديما كانت المرأة يقولون: الآن النجم الفلاني في مكان كذا،
لا تخرج المرأة. والحل فأخذوها بحبل وأخرجوها من خلف البيت إلى وراء البيت وزفوا العروسة إلى زوجها. هذه الخرافات الذي علق بها الناس بغير خالقهم وبغير ربهم سبحانه وتعالى. فالشرك بالله من الظلم، الشرك بالله من الظلم. اعتمدوا على الله وثقوا بالله والتجوا إلى الله، بيده خزائن السماوات والأرض، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تظلم نفسك بالشرك، فإنك إن فعلت ذلك وجدت العواقب عليك في الدنيا والأخرى. هذا هو القسم الأول، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهو ظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومنه ما سمعتم بما يسمى بعمل المحبة بين المرأة وزوجها. يذهب إلى فلان، قال أنا ساحر، واش تفعل؟ قال أنا أفعل من أجل التآلف ومن أجل التقارب والتراحم. هذا شرك بالله، هذا التجاء إلى غير الله. اللهم نبرأ إليك من هذه الأفاعيل ومن هذه الأباطيل. التجئوا إلى الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود هو خالص المحبة. إن أردت المحبة فاعتمد على الله، اقبل على الله، سل الله، اعتمد عليه. هو الذي يهيئ الأمور وهو الذي يسهل الأمور. أما أن تلتجئ إلى فلان أو فلان من أجل أن يفعل لك هذه الأمور فلا تزيدك من الله إلا بعدا، ولا تزيدك من الشياطين إلا قربا، ولا تزيدك في حياتك إلا تعاسة، ولا تزيدك في عشرتك الزوجية إلا نكد وغباء. فما عاش أحد بغير الله إلا ذل